اهلا وسهلا بكم متتبعينا الكرام، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في الصحه جيده ان شاء الله. عيد مبارك سعيد للجميع. خرجت شويه متاخره، انا بغيت نعطي الراي ديالي من بعد الغيبه الطويله عليكم في القناه. عدنا الحقيقه للتظاهرات الجزائر، السياسه ديالها الممنهجه تجاه المغرب اللي ما بقاتش كتفرق حقيقه كما العاده ديالها، لا ما بين رياضه ولا سياسه ولا اخوه ولا كاع جميع المجالات جمعتهم في مجال واحد، هي الكراهيه ضد الشعب المغربي وضد المؤسسات ديالو. ومع كامل الاسف اليوم حنا بركان هي جزء لا يتجزا منا. ما غيمكنناش اليوم نقولوا اننا ماشي مع بركان، لان بركان هي كتحمل ثوابت الامه ديالنا اللي هي الصحراء المغربيه ديالنا. فاليوم ما يمكنناش نتنازلوا على الخريطه ديالنا كما ما تنازلتش عليها بركان المطار ديال بومدين بالجزائر. الان النهضه بركان مع كامل الاسف هما بحال شبه معتقلين. انا بالنسبه لي في المطار ديال بومدين صدروا منهم الاقمصه مع كامل الاسف، وهذا في ذاته ارهاب نفسي كتمارسوه السلطات الجزائريه. على الاقل يعني يعتبروهم ضيوف، على الاقل يعتبروهم اخوه، على الاقل يبعدوا السياسه على الرياضه. مع كامل الاسف الجزائر ما بقاتش كدير ولا اعتبار واحد من هذه الاعتبارات اللي انا كنتكلم فيها. اليوم تضرب الجزائر مع كامل الاسف كل الاتفاقيات الدوليه وكتخرج الماده الرابعه اللي كاينه في القانون ديال الفيفا، اللي كتنهى وكتعاقب على اساس العرق او الجنس او اللون او الاعاقه او هاد التمييز اللي كتمارسوا علينا الجزائر. الاجتماع اليوم ديال الفوزي القجع مع رئيس ديال الاتحاد الافريقي اللي هنا في المغرب اللي كيتزامن مع نهائيات كاس افريقيا للفوتسال، كنتمنوا المنتخب ديالنا المغربي ان شاء الله يبلغ النهائي. مازال لحد الان كنسينوا هذا الاجتماع باش غادي يخرج. مازال الفريق ديال بركان الان باقي في المطار الى حدود 7:30 اللي كنتكلم معكم فيها. فكل التوفيق لنادي بركان ان شاء الله، وما غاديش يكون هذا بالنسبه لنا معيق باش ان نهضه بركان ما تفوتش بالنتيجه ايجابيه ان شاء الله. ونعتبروا هذه الاساليب هذه بالنسبه لنا احنا اعتدنا عليها من هذه السلطات الجزائريه. كنتمنى اننا ترجع بركان ان شاء الله سالمه وفائزه باقتصاد النقاط، وديما مغرب والله الوطن الملك، وحتى واحد ما يمكن يتزايد على هذه الثوابت هذه ديال الامه المغربيه. كنتمنى ان شاء الله ديروا لنا لايك وتبارطاجيو معنا الفيديو. الى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.